السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا الايام دي، وتعالوا بقى يوم جديد وفيديو جديد وبادئه معاكم كده اليوم من اوله. يعني بصوا، ملكوش دعوه باللي انا لابساه ده. تعالوا بس نبدأ كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب القناة. ندعي لأمواتنا بالرحمة، ندعي لأبويا والأختي ربنا يرحمهم يا رب ويرحم أمواتنا جميعا. بص، أنا كنت بصلي بالخمار ده، فاللي هو بدأت معاكم بيه على طول، ما غيرتش يعني. فده الخمار ده بتاع ماما، ربنا يديها الصحة يا رب ويطول في عمرها. فبلبسه كده لو أنا مثلا بصلي أو طالعة البلكونة كده يعني. فالمهم ايه، قلت يلا. بص، طويل جدا. لما ولادي بيشوفوني لابساه بيقولوا عليا الحاجة بطة، مع احترامي طبعا لكل البطات اللي في الدنيا. بس هو يعني ايه، هم قصدهم ان هو مكبرني شوية، بس عادي. فانا معاكم على طبيعتي، ومش يعني اللي هو عادي، مفيش مشكلة، احنا اخوات والدنيا تمام. بصوا بقى، انا ما كنتش عايزه اكل، فقلت اخد بسكوت. انا عندي بسكوت كده، اللي هو ده اساسا بسكوت اللي هو بديل اللوتس يعني. فقلت اخد منه كده لاني ماليش نفسي اكل، وهعمل شاي. آه مش عارفه، حد هيقول لي بقى ايه انت بتفطري يا ايه واختك ميته؟ انا بقيت اشوف كلام في الكومنتات بصراحه ليه العجب. مش عارفه يعني، اللي هو مش عايزه افتح في الموضوع ده علشان بس الناس بتفهم الكلام غلط. بس يعني اللي هو عادي، احنا مؤمنين وموحدين بالله، فاكيد حياتنا ماشيه. بس يعني في حاجات طبعا بنحس بيها، والحزن ما اللي هو ممكن ما حدش يعرف يوصفه الا اللي جربه. بس الحياة بتمشي وبتستمر، بس في حاجات كده هتلاقي دايما في وجع كده جواكي مش عارفة تتخطيه. ودي حاجة بقى مش بإيدينا، دي بتاعت ربنا. فانا هنا عملت الشاي والبسكوت زي ما قلت لكم. وهنا بقى حان وقت الغداء. فانا نزلت السوق، جبت فراخ وجبت لحمه. طيب، جبت فراخ ولحمه ليه؟ هقول لكم. لاني عايزه اعمل شاورما، وعندي جزء بياكل باللحمه وشاورما لحمه، وجزء بياكل شاورما فراخ. انا من الناس اللي بتاكل شاورما لحمه، او بحب الشاورما اللحمه اكتر. فاحنا نصنا كده ونصنا كده. فهتلاقوني دايما لما بعمل شاورما في الاغلب بعمل الاتنين مع بعض عشان ما ازعلش حد. فقطعت هنا الفراخ، كنت جايباها بانيه. فقطعتها طبعا، الاول غسلتها وبعدين قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين كده. واللحمه خليت الجزار قطعها زي ما انتم شايفين برضو. بس كده. عملت ايه بقى؟ طبعا الفراخ يا جماعه انا كنت غسلها بالملح والليمون ومظبطاها قبل ما اقطعها. حطيت توم بودرة وبصل بودرة وفلفل اسود، ده على شاورما الفراخ. وهحط كمان كزبرة ناشفة. وطبعا ده كان طلبات الولاد عشان هما بيحبوا الشاورما ومش عايزين بقى اللي هو اي اكل تاني. فقلت بما ان هما اللي طالبين، فانا يعني ما فيش كلام، خلاص هنفذ يعني هنفذ. حطيت تتبيلة الشاورما اللي هي الجاهزة دي، وشوية زيت وشوية خل وليمون. وهنقلب بقى كل ده. يعني يفضل معاهم علبة زبادي، بس انا بصراحة كنت ايه، يعني مكسلة ان انا اجيب، وما كانش في حد يجيب لي علبة الزبادي. فقلت بقى ايه، خلاص خليها انا كده كده هتبلها وهسيبها شوية. يعني قعدت تقريبا ساعتين كده في التتبيلة. هنا بقى نيجي للحمة. طبعا بتجيبي شرايح من اللحمة وتقطعيها شاورما كده زي ما انتوا شايفين. حطيت عليها شوية من الخل، وهنحط برضو توم بودرة وبصل بودرة. انا جايبه كيس لتتبيله الشاورما بتاعه الفراخ، وكيس تاني لتتبيله اللحمه، بس ده بيبقى نوع وده نوع. تمام. حطيت برضو فلفل اسود كده، يبقى حطينا توم بودره وبصل بودره وفلفل اسود. وادي الملح طبعا في الاتنين، بنظبط الملح على حسب ما احنا عايزين، بس ما تكتريش لانها بتشرب الملح كتير يعني بسرعه، فما تكتريش وبالذات على الفراخ. احط بقى هنا تتبيله، بس دي تتبيله شاورما لحمه. التانية اللي كانت على الفراخ تتبيله شاورما فراخ. فاهمين قصدي؟ يعني كل واحده فيهم مختلفه عن التانية. هنا بقى هحط شويه من الزيت وهقلب كده برضو، هسيبها كده تتبل مع نفسها كده برضو شويه كويسين. لو الفراخ على فكره ممكن بتتبل اسرع من اللحمه، يعني لو انت عايز تعملي الفراخ بعد نص ساعه عادي بتتعمل. انما اللحمه
لازم تاخد وقت شوية اكتر من الفراخ. فانا ركنتهم كده وما حطيتهمش في التلاجة بصراحة، اللي هو ركنتهم على الرخامة وسبتهم شوية، يعني ساعة ونص ساعتين كده يعني. طيب هنا بقى هاجي اعمل ايه؟ هعمل التومية. انا كنت مولعه على ميه على النار. طب انتي مولعه على الميه ليه؟ هقول لكم. علشان انا كنت عامله كان عندي خلطه محشي في التلاجة، وبصراحه مستحرمه ان انا ارميها. فعملت ايه؟ حطيت كان عندي ممبار، اللي هو الممبار. فطلعت كام واحده من الفريزر وقلت احشيهم، بدل ما الرز اللي كان محطوط في التلاجة يعني يترمي. هنا بقى بعمل ايه؟ حطيت معلقة كبيرة من النشا عليها كوباية مية، والنشا دي للأسف مش حلوة، يعني انا جايبة كيسين كده من النشا، وفي المرتين ما كانش بيتقل قوي، اللي هو هتحسوه خفيف مهما تحطي كده. حاسة ان النشا ما بتربطش قوي، فدي نوع النشا نفسه مش حلو، لاني مش اول مرة يعني عملت الكيسين والاتنين ادوني نفس النتيجة. فما علينا، هي ما ربطتش قوي، بس هنعمل برضو التومية بتاعتنا مش هنرميها. هحط بقى البطاطس تتحمر. وهنا كنت حاطه زي ما قلت لكم كام صباع ممبار، يعني هما تقريبا يعني نقول 10 صوابع مش اكتر من كده. فانا عملتهم جنب الشاورما للي عايز، يعني قلت حتى لو هما مش هياكلوهم عادي ممكن اشيلهم مسلوقين في الفريزر، بس بدل ما ارمي الخلطه اللي انا قلت لكم عليها بتاعت الرز يعني. فقلت حتى لو هما مش عايزين، بس انا حمرته عادي واكلوه بألف هنا. حمرت بقى البطاطس طبعا عشان هعملها في السندوتشات، مش محمره لهم بطاطس زياده، يعني انا عملت البطاطس اللي انا عملتها حطيتها كلها في السندوتشات. نحط بقى باقي البطاطس وهسيبها برضو تتحمر كده. طبعا كانت عندي اللحمه والفراخ اتبلوا كويس جدا، يعني انا بصوا دخلت المطبخ على مراحل، يعني تبلت الفراخ واللحمه وسبتهم شويه، وبعدين ايه دخلت بعديها بشويه بقى عملت السندوتشات. هنا حطيت جريل على النار، وحطيت صينيه برضو علشان نحط فيها الشاورما بتاعتنا. هحط بس معلقه واحده، لان كده كده احنا حاطين اصلا زيت في الشاورما. بصوا بقى، انا سايبه الطاسه اللي على النار دي او الجريل، والصينيه تسخن قوي قوي قوي، يعني بصوا شايفين اللحمه نزلت اخدت صدمه ازاي، علشان ما تنزلش اي ميه وتفضل طريه، وفعلا كانت ما شاء الله طريه وحلوه جدا. هنزل بقى بالفراخ. وزي ما قلت لكم في تتبيله الفراخ انا بحب احط كوبايه زبادي، اللي هي علبه الزبادي الصغيره دي، بس ما كانش متاح في الوقت ده يعني. بس لما احمد رجع من الدرس خليته جاب لي زبادي طبعا علشان التوميه. بس خلاص بقى كانت الفراخ اتبلت، فقلت مفيش داعي ان انا احطها. هنا بقى حطيت النشا اللي احنا عملناها على النار، بس بعد ما بردت هحط برضو كام فص توم، دول تقريبا 5 6 فصوص من التوم كده مفرومين، وهحط عليهم كوبايه كده قد كوبايه الزبادي تقريبا من المايونيز. ودي علبة الزبادي بتاعتنا. خلاص كده هنزل بقى بشوية ملح صغيرين خالص، و والزيت بقى على حسب، يعني احنا هنحتاج قد ايه. هنزل بشوية شوية كده لحد ما تربط معايا، بس زي ما قلت لكم اصلا النشا اللي هو ما ربطتش قوي، فكانت سايله خالص شبه اللي هو مش ميه قوي، بس كانت لا خفيفه مش زي ما انا بعملها كل مره. ونزلت هنا بشويه زيت، فالتوميه بتاعتنا كانت خفيفه شويه عن كل مره بنعملها، بتبقى كريمي كده وتقيله. ف مش مشكله يعني، اللي هي المهم ان هي قضت الغرض. بس ممكن تتقل بقى لو سيبناها في التلاجة شويه. انا طبعا ما سبتهاش كتير لان كانت خلاص الشاورما استوت، المهم ان انا عايزه اعمل لهم السندوتشات، لان هم كانوا خلاص جايين من الدروس جعانين وكده. فقلت بقى يعني خلاص، اللي هو بصوا لقيتها خفيفه، بس قلت بقى مش مشكله. قعدت اضربها شويه في الخلاط يمكن تتقل، بس لا ما تقلقش ولا حاجه. بس ما علينا، الحمد لله مش ميه قوي يعني، بس شغاله شغاله يعني، هتقضي الغرض.
كده خلصنا الخلاط بتاعنا، نشيله بقى مكانه وهنفضي التومية بتاعتنا. انا حطيتها في التلاجة بالظبط يعني نقول ربع ساعة مش اكتر من كده او 10 دقايق على ما كانت شاورما الفراخ تستوي واحضر بقى. وكانت ايه، بصوا هي هتحسوها خفيفة بس يعني ما علينا، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم خالص ولا كأني قلت حاجة. هنا بقى خلاص اللحمة عندي استوت اهي، هنزل بقى ببصل وفلفل متقطع كده. ممكن تحطي بقى فلفل الوان لو انت حابة. ساعات بحط عليها رشة كزبرة خضراء على فكرة بتخلي طعمها حلو جدا، ده لو انت برضو حابة ان انت تضيفيها. انا هخدت هنا نص كمية البصل والفلفل علشان اللحمة، والنص التاني للفراخ. هسيب بقى الفراخ برضو ايه تكمل تسويها. اللحمة استوت قبل يعني عشان كميتها مش كبيرة زي اللحمة، زي الفراخ اسفة. قطعت بقى الخيار المخلل. بصوا بقى العيش ده انا كنت شاريه كده جاهز، اللي هو جايباه كده جاهز من السوق وانا بجيب الطلبات. نجيب بقى التومية بتاعتنا الحلوة الخفيفة دي، ونحط بقى شوية بطاطس. عايزة اقول لكم والله كانت سندوتشات كانت تحفة. ولادي بيقولوا لي يا ماما احنا بنحب الشاورما اللي انت بتعمليها في البيت احلى واطعم من اللي انت بان احنا بنشتريها من بره. هقول لكم على حاجه، احنا اخر كام مره ولادي اشتروا شاورما من بره كانت تبقى ناشفه جدا ومتفله كده، عارفين اللي هو مفتله دي، وما كانتش بتبقى حلوه. فهم بالفعل كرهوها، قالوا لي احنا مش عايزين شاورما تاني من بره، اعمل لنا في البيت احسن. فهنا هكمل بقى. انا عملت واحده كده من اللحمه. بصوا بقى شاورما اللحمه في العادي بعمل معاها طحينه، بس المره دي ما عملتش، فالتوميه هتقضي الغرض. بس الاحسن او الاصح يعني ان مع الفراخ هنحط توميه، مع اللحمه بنحط طحينه. بس انا استخدمت التوميه للاتنين، وعامه التوميه تحفه يعني فما بتقولش لا. انا عن نفسي بحبها في كل مع فراخ مع لحمه مع اي حاجه. مكه بترفع ايديها لان هي قاعده جنبي، فبتقول ان هي كمان بتحب التوميه. هنا بقى انا خلصت السندوتشات فهحطها في الجريل، في نفس ذات الجريل اللي احنا عاملين فيه اللحمه. مكه بتقول لكم ان هي بتموت في الشاورما في الفراخ. دي من النص بتاع الفراخ اللي هي وشهد بيحبوا شاورما الفراخ. انا واحمد بنحب شاورما اللحمه. تمام. باباهم بقى بصراحه ربنا هو يعني ما بيقولش على نعمه ربنا، لا، اللي هو بالنسبه له كله تمام وكله زي الفل، طالما انت عملت اي حاجه هناكلها وتمام. فيعني ربنا يديله الصحه. انما دول مطلعين عيني. كده بقى عملناها في الجريل. انا محطتش المره دي عليها جبنه موتزاريلا، ده لو انت حابه. وبتحبي البرجر والبيتزا، انا عارفه الاكلات اللي انت بتحبيها. فكده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. لايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.